اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وحلقه جديده. كأس العالم او العرس الكروي اهم مسابقه رياضيه في التاريخ، والتي سيقام لاول مره في دوله عربيه قطر، والتي فازت بتنظيم كأس العالم 2022 عام 2010. ومنذ ذلك الحين الى الان تعرضت قطر للعديد من المضايقات والمؤامرات من دول الغرب لسحب التنظيم منها، وحتى الى الان الى الان قبل بدايه كأس العالم بقليل عم يحاولوا انه يسحبوا التنظيم، ولكن هذا صار شبه مستحيل هلا واهم هذه المؤامرات او الحجج او المضايقات انه صاروا يقولوا قطر دولة صغيرة والدنيا عندها شوب وكذا، فصرحت قطر انه قالت انه كأس العالم حنعمله بفصل الشتاء وحنكيف كل شيء، حتى الشوارع عم يكيفوها الله يوفقهم ويرضى عليهم. وصار يقولوا انه قطر ما عندها البنية التحتية الكافية لاستقبال هذا الكم الهائل من الناس، والذي يقدر انه حيكون 3.5 مليار متفرج او مشجع او زائر. واحد اهم هذه الاسباب انه قطر دولة مسلمة وهي ضد الشذوذ والمثلية، وقطر لا تسمح بزواج الشواذ. يا اختي شو هالكلمة هي؟ وقطر لا تسمح بزواج الشواذ والمثليين وما بتقبل تصرفاتهم، وهناك العديد، وتبين أن هناك العديد من الأندية أو المنتخبات ستلبس شارة علم من الشواذ على كتفها، أنه القائد هذا تبع المسلمين. وأنا من هذا المنبر قصدي أنه هذا الاستوديو أتفق مع محمد عدنان أنه كل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم تلبس شارة كابتن علم فلسطين عشان نجاكم. وصرح العديد من الدعاة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، واخرهم الكابتن المصري محمد ابو تريكة، واللي قال انه نحن ما رح نغير ديننا ولا قوانيننا مشان 28 يوم. احنا مش هنغير ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. انت اللي لازم تتأقلم علينا وتعرفنا عشان تعرف تتعامل معنا كويس. صحيح. وبالمنطق الضيف وقت بيجي لازم يحترم دين وعادات وتقاليد المضيف. قطر باسم جميع الدول العربية كافحت وصرفت أكثر من 20 مليار دولار على تجهيز شوارع وفنادق وملاعب، وكان منهم أكثر من 7.5 مليار دولار لتجهيز الملاعب لكأس العالم، وذلك تحت تخطيط رؤية قطر 2030. وبحسب دراسة لصحيفة كابيتال ايكونومكس البريطانية ودراسة لعاصمة قطر الدوحة، أن إيرادات المتوقعة لكأس العالم من خلال المشجعين لا تتجاوز 7.5 مليار دولار. ليش قطر صرفت كل هالشيء؟ وقطر ما هم المصاري، خير الله كتير يابي. قطر همها انه تسوق حالها وتنشر حالها تجاريا واقتصاديا على المدى البعيد. والان عزيزي وعزيزتي المشاهدة، ارباح المنتخبات من كأس العالم وكم صرحت الفيفا انها ستجهز. بدراسة للفيفا أو لا حسب تصريح لمنظمة الفيفا أنها رصدت 440 مليون دولار للمنتخبات 32 المشاركة في مونديال قطر 2022، وكل منتخب تأهل لكأس العالم حصل على 1.5 مليون دولار للتجهيز لاستعدادات نهائيات كأس العالم والترويج عن النفس وكذا ولازم منه. وكل منتخب سيغادر من دور المجموعات سيحصل على 9 مليون دولار، وكل منتخب سيغادر من دور الثمن النهائي سيحصل على 13 مليون دولار. والآن الربع النهائي، أي منتخب سيغادر من الربع النهائي سيحصل على 17 مليون دولار. والآن النصف النهائي السيمي فاينال، حيث أنه تبين وبالدليل القاطع لا ما دخل أنه صاحب المركز الرابع سيحصل على 25 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث سيحصل على 27 مليون دولار. وفي النهائي الفاينال سيحصل وصيف كأس العالم على 30 مليون دولار، والفائز بكأس العالم سيرفع الكأس الذهبية وسيحصل على 42 مليون دولار. وللعلم بالشيء، فرنسا التي فازت بالنسخة السابقة في روسيا 2018 حصلت على 32 مليون دولار، وبذلك يكون مونديال قطر عام 2022 هو الأغلى في جميع دوراته وجميع نسخ كأس العالم. وبالنهاية أتمنى التوفيق والنجاح لجميع الدول العربية وخصوصا قطر التي استضافت هذا الحدث أو العرس الكروي الكبير، وأتمنى من جميع المنتخبات ارتداء شارة علم فلسطين في جميع المباريات والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وحط لنا تعليق مشان نعرض لكم مباريات كأس العالم. هل تريدون أن نعرض لكم كأس العالم عنا من إنه بس مباشر؟ رح نحاول هالشيء وإن شاء الله رح نقدر عليه.